في يوم رسمي في البيت بيبقى اسمه يوم الغسيل الكبير. اليوم ده الغساله بتشتكي فيه من البيت كله، والله ده لو كان ليها بق كانت نطقت. بس معروف ان البيت اللي فيه عيال غسيله ما بيخلص. تصحي الصبح تلف الشقه كلها زي النحله، تلم الغسيل من كل اوضه بالمره، بقى تاخدي الملايات والبياضات وغيارات الكنب وفوط المطبخ وكل حاجه بتقابلك تقولي هغسلها يعني هغسلها، وتقعدي بقى تفرزي الابيض لوحده والاسود لوحده والملون لوحده والملايات لوحدها. بعد ما نغسله ننشره ونستنى اما ينشف ونقعد نطبق حته حته. واصعب حاجه هي دايما اخر حاجه، الرص في الدواليب، وساعتها هنضطر نروق الرف بالمره عشان طبعا ما ينفعش نحط الغسيل المتطبق في الرف المنعكش. ايه يا ولاء انت جايه تكرهينا في عيشتنا؟ ما احنا عارفين كل ده. هقول لك انا بقى بعمل ايه علشان اسهل على نفسي. بخلي الغسيل بدل يوم واحد في الاسبوع مرتين او 3 عشان الغساله كمان ما تتعبش وتشتغل كتير، يبقى دوره او مرتين بالكتير قوي، وما احسش ان الهدوم شبه الهرم قدامي واكتئب واقعد اعيط. بلمه وبطبقه في ساعتها، واجيب العيال كل واحد ياخد هدومه يخش يرصها في دولابه عشان نكون كلنا شاركنا مع بعض في المهمه الصعبه دي. ومش كل حاجه على الام لوحدها. وطبعا عادي هتلاقي في ايام في جبل هدوم عايز يتغسل ويتنشر ويتطبق، ساعتها بقى انا باخد نفس عميق واشغل المسلسل اللي بحبه واقعد اطبق واتفرج علشان الوقت يعدي. الغسيل عمره ما هيخلص، وربنا يبارك في العيال ودايما في غسيل. فهوني على نفسك عشان لسه ورانا حاجات كتير في البيت عايزه تتعمل. قولوا لي بقى ايه اكتر حاجه تقيله على قلبكم في شغل البيت، نتكلم فيها وندور على حلول نساعد بيها بعض.